سلفتي بتقول لي انت بتاكلي عيالك من الزباله. كل ده علشان دخلت عليا النهارده ولقيتني كده جايبه شويه مشتريات، والمشتريات دي كانت عباره عن ايه؟ ان انا كنت عند نقية العطار موجود عندي هنا في طلخه. كنت الاول بصراحه وبضرب له مشوار لحد ميدان الشيخ حسنين في المنصوره، بس دلوقتي بقى يعني اكتشفت كده متاخر يعني ان موجود في فرع اصلا عندي هنا قصاد كوبري طلخه. المهم ايه، فانا بنزل اجيب من عنده الزيت سايب كده بالكيلو، وكمان جايبه يعني 3 برطمانات اللي ورا دول الزيت بالكيلو، الكيلو وصل لحد 60 جنيه. وكمان جايبه منه برطمان عسل اسود كيلو برضو، ونص طحينه حمراء، وجايبه كمان شويه بهارات بقى، ال7 بهارات وقرفه مطحونه وقرفه خشب. وكان ناقصني بصراحه بهارات كتير، بس ما كنتش فاكره ايه اللي ناقصني، فقلت بقى هروح البيت بدل طلع المكان قريب مني، هروح البيت واكتب كده في ورقه اللي ناقصني وابقى اجي في اي توك توك كده وخلاص. المهم سلفتي دخلت عليا وانا ايه مطلعه الحاجات دي كده من الاكياس عشان احط كل حاجه مكانها، ولقيتها بتقول لي ايه القرف ده، انت بتاكلي عيالك من الزباله؟ قلت لها زباله ليه؟ بتقولي كده، قالت لي اصل الحاجات السايبه دي انا اسمع ان هي بتبقى جايه من الزباله.